الباراجراف مش هيتكتب الا بالطريقه دي. ايه هي الطريقه دي يا مستر اللي انت بتتكلم عليها؟ اول حاجه لازم تقرا الفقره بتاعتك كويس جدا. ايه هي الفقره؟ زي مثلا لما مثلا اهو دي الفقره الاساسيه اللي معايا في الدرس اللي هي بعنوان مثلا ديزرت انيمالز. ده الدرس. اما قبل كده بيبقى الكلمات وبعدها بيبقى فيه تدريبات. يعني انا الفقره الرئيسيه اللي فيها الكلام كله هي دي اللي انا بقراها. طيب انا قريتها خلاص، اعمل ايه بعدها؟ امسك جمل معينه اعمل عليها هايلايت كده، الجمل اللي انا شايفها سهله عليا وشايف ان انا الموضوع بسيط بالنسبه لي، واخدها وابدا انقلها في الكراسه بتاعتي الخارجيه بقى اللي هبدا اكون فيها الجمل اللي انا قريتها. طب انا كتبت الجمل، ابدا اقراها بصوت عالي. انا خدت مثلا 3 4 جمل. الثلاث اربع جمل دول انا لما اكتبهم واقراهم، وخد بالك من حته واقراهم بصوت عالي علشان لما ودني تبقى سامعه الكلام اللي انا بقوله الموضوع هيثبت معايا اكتر. طب انا خدت 4 جمل وقريتهم وثبتوا في دماغي وقادر ان انا اكتبهم كده تمام. لا، فاضل خطوه تانية. الخطوه التانية بقى هي انت بعد ما قريت الفقره بتاعتك تبقى دلوقتي بقى المفروض عندك الخيال ان انت تقدر تضيف جملتين من عندك. دي بقى انت مكون الجمل دي من عندك عن الموضوع بعد ما قريت عنه، بعد ما حليت اسئله والاسئله كان فيها برضو افكار بتتكلم عن جمل متعلقه بالموضوع ده. انا بدات اكون جملتين، اصبح كده انا اشتغلت على جزئيه حفظ جمل كامله وفي نفس الوقت كتبت جمل من تفكيري وهخلي المدرس بتاعي يشوفها على اساس ان انا مثلا لو في جرامر ميستيكس مثلا اخطاء في الجرامر ولا حاجه هو هيقول لي الاخطاء دي ايه. اما الاربع جمل الاولانيين هم كده كده ما فيهمش اخطاء لان انت كده كده اوريدي جمل حافظها. يبقى احنا هنشتغل على جزئيتين، جزئيه حفظ جمل كامله انا من نفسي اللي مختارها، مش حد قال لي خد احفظ ده، لا انا من نفسي اللي مختارها حاسس ان هي سهله عليا. والجزئيه الثانيه هي جزئيه تكوين الجمل. كل ما المستر يقول لي عندك خطأ في كذا وعندك خطأ في كذا هبدأ هتعلم هغلط واتعلم هغلط واتعلم وبكده هكتب باراجراف ما فيهوش ولا غلطة. ما ينفعش ان انت تحفظ الباراجراف كامل وفي نفس الوقت لو انت كونت جمل عن باراجراف انت ما قريتش عنه اصلا مش هيبقى عندك افكار. فالخطة دي هتنجح معاك جدا جدا ان انت تختار جمل وفي نفس الوقت تكون جمل من دماغك. وبالتوفيق يا بطل.